يا قاتل، يا قاتل، ماذا ستقول لربك غدا؟ ستقف بين يديه وحدك بلا منصب، بلا كرسي، بلا جاه. والله ستقف مجردا من كل رتبة، والله ستقف مجردا من كل منصب أو جاه. سترى القاتل واقفا والمقتولين يقفون من حوله، يدفعونه دفعا ليوقفونه بين يدي الله جل جلاله. كل مقتول قتل أوداجه، عروق رقبته تشخب دما، تشخب دما في أرض المحشر، وهو يدفع قاتله ليوقفه بين يدي الملك ويقول له: يا رب، سل هذا القاتل فيما قتلني. ماذا سيكون جوابك أيها القاتل؟ ماذا سيكون جوابك؟ والله لن ينفعك أحد، والله لن ينفعك أحد، ولن ينفعك منصب ولا كرسي ولا جاه ولا مال. اعلم أنك ستموت وحدك، وستقبر وحدك، وستبعث وحدك، وستسأل وحدك بين يدي الله جل جلاله. وستصبح الدماء التي ستسفكها لعنة عليك وعلى أسرتك وعلى زوجتك وعلى أولادك وعلى كل من أعانك على سفك هذه الدماء في الدنيا والآخرة. وما هو الحكم الشرعي إن كان الذي يريد أن يسفك دم المسلم مستحلا لدمه لأنه مكفر له؟ لم يكن واردا ما حكم الخوارج من التكفيريين وغيرهم إذا ما عدوا على المسلمين يريدون قتلهم. أفيقال للمسلم الذي لا يكفر التكفيريين: عليك بنصوص حرمة الدماء، وهم يعيثون في الأرض فسادا ويستحلون الدماء والأموال والأعراض؟ أفيقال لهم ذلك؟ وارتعاش الأيدي عند المواجهة ولو لثانية واحدة نتيجته وثمرته إزهاق الروح المعصومة بالإيمان في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. إذن إني أستريب لماذا يقال للناس في هذا ما يتندر به الخلق في قولهم: هذا من باب لا تقربوا الصلاة. أتمم. كان ينبغي أن يكون التعميم هكذا: بيان حرمة الدماء، دماء المسلمين، وبيان حكم الخوارج وحكم البغاة وحكم الصائل. فلا بد من ضم هذا إلى هذا، وإلا فإن النتيجة والثمرة هي أن يكون هذا الكلام موجها إلى الشعب وجيشه لا إلى التكفيريين، فهم لا يعدوننا ولا الجيش من المسلمين. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم طاعة ولي الأمر في قتل الخوارج المارقين أو المتظاهرين؟ لا، ما يقاتلهم إلا ولي الأمر، ما يقاتلهم أفراد الناس، يلزم ضرر أكبر وفوضى، لا يجوز هذا إلا عن طريق ولي الأمر، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا رأى ولي الأمر، علي قاتلهم وهو الخليفة رضي الله عنه، هو ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا رأى ولي الأمر أن خروج المتظاهرين في الشوارع يترتب عليه مفاسد كبيرة تتعطل به المصالح، فأمر جنوده بقمع هذه المظاهرات، فهل يجوز لهم طاعته في ذلك؟ ما في شك، هذا مصلحة، قمع المتظاهرين والفوضويين وكف أذاهم، ما في شك، هذا طاعة لله عز وجل. نعم.